طلعت الكرة مرة تاني، ضربة ركنية عالية، وأرناو يتصدى من جديد. فابريجا يتصدى من جديد. فرينكي دي يونغ عالية ورأسية، جول جول جول. جاء الهدف الأول، يسجل برشلونة أول أهداف المباراة وأول أهداف العام الجديد 2025. جاء الهدف عن طريق إيريك جارسيا، الرأسية بعد محاولات وبعد تصدي وبعد تألق من أرناو فابريجا حارس المرمى اللي أمامنا على الشاشة، لكن جاء إيريك ليسجل ويصل إلى شباك بارباسترو بعد 17 دقيقة. هذه الكورة والرأسية بالفعل إيريك جارسيا يفتتح التهديف لبرشلونة في هذا اللقاء وفي هذا العام. هذه الرأسية صعبة على الحارس فابريجا في زاوية على بارباسترو. خطأ واحد على برشلونة، وادي داني مارتينيز في الباك جراوند ده بيدي التعليمات للعب. الكرة عالية، جول جول جول. هي الكرات الثابتة، هي الكرات الثابتة. المرة دي ليفا يطير لفوق ويصطادها ويسكن الكرة في شباك أرناو ويجعلها ثنائية في الدقيقة 31. في الدقيقة 31 برشلونة يجد الشباك من جديد، هذه المرة عن طريق ليفاندوفسكي. لا يوجد تسلل، طار ليفا لفوق، لمست في أحد اللاعبين، أعتقد في باوتيستا، لمست في باوتيستا أو في أوسكار أرويو، لمست في أرويو واستقرت في شباك أرناو فابريجا. ليفا موسم 24-25 لعب ليفا 25 مباراة، 26 مساهمة تهديفية، زي ما قلت لكم في 16 في هدف في الدوري وادي هدف في الكاس والباقي طبعا في الشامبيونز. ادي ليفا جول. ليفا اما ليفا يا سلام. الهدف الثاني لليفاندوفسكي في هذه الليلة والثالث للبارسا. وخلاص خلاص كنا بنقول ان هو وضع قدم في ثمن النهائي، لا ليفاندوفسكي وضع القدمين، قدمي العملاق الكتالوني في ثمن النهائي. لا يوجد تسلل، المساعد لم يرفع الراية، السيد ايفان هرنانديز لم يرفع رايته. ليفاندوفسكي يستغل الفرصة، يمشي ويروح وينفرد ولا يخطئ امام ارناو فابريجا ويجعلها ثلاثية. اذا ليفا لسه كنا بنتكلم عن مساهمات تتلعب في الجانب الايمن، 4 تسللات في المباراة، 2 غلطة جول. الغلطة بجول، الغلطة بفورة، وبابلو توريه يكلل جهوده طوال المباراة ويجعلها رباعية. هي حفلة يا سيد مارتينيز، هي حفلة تهديفية، لا مفر من الحفلة ولا مفر من انك تحضرها وتبقى ضيف شرف الحفلة كمان. حفلة تهديفية للبارسا في المونيسيبال دي ديبورتس، هدفين في الشوط الاول، هدفين في الشوط الثاني، ولسه النتيجة قابلة للزيادة والمباراة لسه فيها اهداف. هذه الكورة لكن رائع بابلو توريه، بقول لكم